أجزاء الكانولا الأساسية، ويا ترى كل جزء وظيفته إيه وبستخدمه في إيه وبمسكه إزاي. أول جزء عايزاكم تعرفوه اللي هو اسمه إيه؟ لاك بلاك. لاك بلاك اللي هو الغطاء الأبيض اللي في الكانولا، اللي هو الجزء ده. طيب إيه وظيفته الجزء ده؟ عندنا 4 وظائف أساسية. أول حاجة بفتح وأقفل الكانولا من خلاله، أديني فتحتها وقفلتها، يبقى أول حاجة بفتح وبقفل الكانولا من خلاله. 2 إعطاء الدواء، ومن خلاله بدي إيه؟ بدي الدواء. 3 ومن خلاله بوصل المحاليل الوريدية. 4 بعمل اختبار للكانولا، ممكن تكون مسدودة فبعمل الاختبار برضو من الجزء ده. يبقى ده أول جزء احنا محتاجين نعرفه في الكانولا. تاني بارتس أو تاني جزء في الكانولا لازم أعرفها اللي هي الفلاش باك. الفلاش باك وظيفته إيه؟ بتأكد من خلاله إني دخلت في الوريد. طيب هيظهر لي إيه؟ بظهور الدم فيه. يبقى أول ما بنلاقي الدم في الفلاش باك اللي بيحصل معنى كده اللي انا فعلا وصلت ايه للوريد، او اللي انا فعلا دخلت في الوريد. تالت بارتس معايا للكانولا اللي هي نيدل جراب. نيدل جراب اللي هي ايد الابره، اللي هي الجزء ده اسمها نيدل جراب. طيب وظيفتها ايه؟ لها وظيفتين. اول حاجه لما ادخل الكانولا او ادخل الكانولا في الوريد بقوم ماسكه النيدل جريب واسحبه للورا عشان اتاكد ايه ان الكانولا في الوريد. بسحبه لورا حاجه بسيطه عشان اتاكد ان الكانولا في الوريد. تاني حاجه لما بشيل الابره من الكانولا، طبعا الكانولا بيبقى لها ابره اللي هي الجزء ده. لما باجي اشيلها بايه اللي بيحصل؟ بقوم ماسكه النيدل جريب، بمسك النيدل جريب واسحب للورا عشان اقدر ايه؟ عشان اقدر اشيل الابره اللي في الكانولا. رابع بارتس في الكانولا بارت كاب اللي هو الغطاء العلوي. طيب وظيفته ايه؟ اعطاء الدواء والحفاظ على الغطاء الابيض. طيب اعطاء الدواء اللي هو فين؟ اللي هو الجزء ده، تمام؟ ده اسمه الغطاء العلوي. من خلاله بقدر ادي الدواء، ومن خلاله بحافظ على الغطاء الابيض. انا لما اركب الكانولا وهشيل النيدل، تمام؟ الغطاء الابيض ده احافظ عليه ازاي؟ بحطه هنا لاني مركبه مثلا وريد، محاليل وريديه، فهبتدي احافظ على الغطاء الابيض من خلال ايه؟ الغطاء العلوي. يبقى ليه وظيفتين: اعطاء الدواء والحفاظ على الغطاء الابيض. خامس بارتس للكانولا كاستر هاب وينز اللي هي الأجنحة. وظيفتها إيه؟ لما بركب الكانولا بمسكها أثناء الدخول اللي هي الأجنحة دي، شايفين؟ يبقى أول حاجة ليها إيه؟ لما باجي بركب الكانولا بمسكها أثناء إيه؟ أثناء الدخول. تاني حاجة تثبيت الكانولا بوضع البلاستر عليها. يبقى تاني حاجة ليها اللي أنا أما بثبت الكانولا بحط إيه؟ بحط البلاستر عليها. البارتس اللي بعد كده للكانولا اللي هي النيدل اللي هي الإبرة. دورها إيه؟ دورها محدود. يعني إيه دورها محدود؟ لأن دورها بينتهي بمجرد دخول الكاثيتر في الوريد، وبعديها بنشيلها وبنرميها وبنحطها في السيفتي بوكس. مش فاهمين حاجة دول؟ الكانولا لها إيه؟ لها في نيدل هنا اللي هو ده. دورها محدود، بينتهي مجرد الكاثتر اللي هي الجزء ده البلاستيكي ده هو اللي بيفضل في الوريد. وبعد كده اما بتأكد ان هو دخل الوريد ببتدي ايه؟ اشيل النيدل دي وخلاص انا مش محتاجاها لان كده دورها انتهى. اخر حاجة في البارتس اوف كانولا اللي هي الكاثتر. الكاثتر اللي هي ايه بقى؟ اللي هو الجزء اللي هيفضل في الوريد. احنا قلنا النيدل دوره محدود، اللي هيفضل الجزء ده جزء ايه؟ بلاستيكي. يبقى الكاثتر عبارة عن ايه؟ الجزء البلاستيكي من الكانولا اللي بيفضل موجود داخل الوريد ومن خلاله بيمر الأدوية وايه؟ والمحاليل اللي هو اسمه ايه؟ كاثتر.
جزء ايه؟ بلاستيكي.